24 ساعة تصوير والعبد لله مطبق. من احلى واغرب الايام اللي صورت فيها. التصوير كان يوم مقلوب، بدا الساعه 3 الصبح. اتعرفت على الممثلين هناك، وبدا محمد علوي المخرج يشرح لنا الاداء اللي هو عايزه من كل واحد فينا. كنت خايف في الاول من ادائي عشان كنت مطبق، لكن الصراحه السكريبت كان لذيذ جدا وخلانا نسخن ونجرب حاجات كتير، لدرجه ان 12 ساعه عدوا من غير ما نحس. وهنا بقى بدات التنشنه. اول حاجه طروقه كان عنده شغل وبدا يتوتر وكان خايف جدا من مديره. حتى الاضاءه دي دليل ان انا مش قصدي. والله قالوا لي هنخلص 8. وعلي يا عيني كان عنده امتحان بعد كام ساعه، وما كانش عارف هيلحق يخلص امتى ويروح امتى. واعتقد مش محتاج اقول كان متوتر قد ايه، هو باين على وشه. المهم اتكلنا على الله وقلنا خلاص زي ما تيجي تيجي. وكان في حته شوت اكستريم كلوز اب عمري ما هنساه. قالوا يكرر حرفيا يبدا الشوت من جوه عيني ويعمل تراك اوت لحد ما بنشوف الكادر كامل. انتوا مش متخيلين الموضوع كان صعب قد ايه، ان افضل فاتح عيني قدام الكاميرا بما فيش اقل من سنتي وكم الاضاءه المتوجهه على عيني. المهم بعد ما خلصنا تصوير كنت قلقان وما كنتش عارف حقيقي النتيجه هتكون ايه. الحمد لله بعد شهرين بدا الاعلان يتذاع كتير، وكمان عملوا بيل بوردز في كل حته في اسكندريه تقريبا. مش كده وبس، المفاجاه كمان بقى الاقوى هي لقيت علوي بيكلمنا ان الحمد لله من كتر ما الاعلان كسر الدنيا هنعيد الكلام كله للقاهره بقى. فعلا اتقابلنا تاني وسجلنا بنفس اصواتنا نفس فكره الاعلان، بس اماكن القاهره بدل اسكندريه. حقيقي مهما الانسان خطط عمرها ما هتكون بقوه خطه ربنا وتدبيره. انا عارف ان في ناس كتير جدا موهوبين بيحاولوا كل يوم ان هم يشتغلوا على نفسهم، وبيحاولوا كمان ان هم ما يشتغلوش على اي حاجه ويعملوا حاجه كويسه. وقد ايه النسبه دي حقيقي دلوقتي في زماننا بقت قليله. طول ما ايمانك بربنا شديد وتايب معاك كل يوم، صدقني العالم كله هيتشقلب على كيفك. ربنا يديم المحبه.